النهارده هنعمل مع بعض سناكس بسيط كده بالبطاطس، طعمها حلو جدا، مكوناتها بسيطة وهنعملها بمكونين 2 بس. الناس بقى اللي بتحب البطاطس لازم يجربوا وصفة النهارده، بطاطس مقرمشة من بره ومفرغة من جوه وكمان مش شاربة ولا نقطة زيت. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهارده لو أول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. عشان نجهز وصفة النهاردة هنحتاج حبايتين من البطاطس وزنهم نص كيلو أو 500 جرام. طبعا بنغسلهم كويس جدا وبعدين بنقشرهم وباخدهم بقطعهم مكعبات بالشكل ده، هنقطعهم كده لمكعبات صغيرة. لو حابين بقى تعملوا كمية أكبر من كده هتضاعفوا كل المكونات اللي احنا هنشوفها مع بعض النهاردة. نقطع بقى البطاطس بتاعتنا كده لمكعبات صغيرة وبعدين بنجهز كسرولة أو حلة ونحط فيها البطاطس. هنزودها مية كده وهاخدها هسلقها على النار سوا كامل. هتاخد على النار تقريبا كده 10 دقايق او 15 دقيقة وهنلاقيها استوت، حسب كمان درجة حرارة النار بتاعتنا. وبعد ما البطاطس بتستوي كده سوا كامل بنصفيها من المية بتاعتها ونحطها كده في مصفى وبنسيبها لحد ما تصفي كل المية. هنسيبها بقى لحد ما تهدى شوية كده، وهضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الملح، وهضيف عليها كمان 6 معالق كبيرة تكون مليانة كويس من النشا. النشا طبعا هو اللي بيديلها القرمشة بتاعتها وكمان بيخلي القوام بتاعها مظبوط. لو حابين بقى تضاعفوا الكمية تعملوا كمية أكبر من دي، مثلا هتعملوا كيلو بطاطس هتزودوا كمية النشا، يعني هتضيفوا 12 معلقة كبيرة من النشا. دلوقتي هنهرس البطاطس ناعم جدا، مش عايزين فيها أي كتل خالص. نهرسها بقى كده بالشوكة أو بهرسة البطاطس، أهم حاجة ما يكونش فيها أي كتل خالص، وكمان نهرسها ناعم جدا. تقدروا كمان تزودوا عليها أي توابل تانية، تضيفوا مثلا كده توم باودر، بصل باودر، فلفل أسمر، أي بهارات انتوا بتحبوها تقدروا تضيفوها في الوقت ده. انا البهارات هضيفها في الاخر خالص بعد القليه. دلوقتي انا هرست البطاطس ناعم جدا، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ القوام بتاعها طري وفي نفس الوقت كده مش بتلزق، يعني لما نمسك قطعه بايدينا كده مش بتلزق خالص في ايدينا. دلوقتي هنبدا بقى نشكل البطاطس، نبل ايدينا كويس جدا بالزيت ونبدا نعملها على شكل صوابع بالشكل ده. المفروض كمان بعد ما بنشكلها كده بنحطها في الزيت على طول، انا عشان التصوير بس فكان لازم اوريكم طريقه التشكيل بتكون ازاي. بناخد كده قطعه من البطاطس بنعملها على شكل صوابع، اهم حاجه كمان نبل ايدينا كويس جدا بالزيت عشان البطاطس ما تلزقش في ايدينا. الشويه اللي انا بخلصهم دول باخدهم بقليهم على طول. دلوقتي هنبدا نقلي البطاطس. معايا طاسه على النار بحط فيها كده شويه زيت. زيت كمان اللي احنا هنستخدمه يكون غزير كده شويه. هنستنى على الزيت لحد ما يسخن وبعدين هنبدا ننزل بالبطاطس. هنقلي البطاطس النهارده على مرحلتين عشان تطلع معانا مقرمشه. هنقلبها كده واول ما بتاخد لون ذهبي خفيف بنطلعها على طول. شايفين احنا عايزينها تاخد اللون الذهبي ده، مش هنغمق اللون بتاعها عن كده عشان ما تتحرقش معانا في المره التانية. بكملهم بقى كلهم بنفس الطريقه كده، بنقليهم في الاول نص قليه او اول ما ياخدوا لون ذهبي خفيف بنطلعهم على طول، عشان طبعا احنا هنقليهم مره تانية. شايفين اللون الذهبي ده؟ احنا هنطلع البطاطس بتاعتنا في اول مره باللون ده. بعد اول قليه كده البطاطس بتكون طريه جدا ومش مقرمشه خالص، احنا طبعا لسه هنقليها مره تانية. هنستنى عليها شويه كده لحد ما تبرد وبعدين هناخدها نقليها مره تانية. شايفين طريه ازاي؟ في نفس الزيت اللي قلينا فيه في الاول هنستنى عليه لحد ما يسخن وبعدين هننزل بالبطاطس. بعد تاني قليه دي بتطلع بقى خطيره، بتبقى مقرمشه كده من بره وكمان مفرغه من جوه ومش شاربه ولا نقطه زيت. لازم كمان نقلبها كده على كل ناحيه عشان تاخد لون من كل الجوانب. هنقلبها كده واول ما بتاخد لون ذهبي بنطلعها على طول. بنطلعها كده بنحطها في طبق عادي جدا، مش لازم خالص مناديل مطبخ لان هي مش بتبقى شاربه اي زيت نهائي. شايفين عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان هي مقرمشه جدا وطعمها لوحده كده من غير اي بهارات ولا اي توابل، خطيره. تقدروا بقى تضيفوا عليها شويه بهارات كده، انا هضيف كده شويه توم باودر وبصل باودر وكمان شويه بابريكا، حطهم كده على بعض وهحطهم على البطاطس. نقدر نضيف عليها كمان توابل جبنه موجوده عند اي عطار، تنفع كده كسناك في نص اليوم او احنا بنذاكر بالليل، وتنفع كمان للاطفال في اللانش بوكس بتاع المدرسه هيفرحوا بيها جدا. طعمها حلو جدا، مقرمشه كده من بره ومفرغه من جوه وكمان مش شاربه ولا نقطه زيت. هستناكم بقى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات على الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو انتوا اول مره بتشوفوني
تنسوش تشتركوا القناة وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.